يسعد لي إياهم متابعيني الحلوين. بصير رمضان بلا معروق؟ أكيد لا. رح تكملوا الفيديو للأخير وتشوفوا طراوة العجينة المعروق كيف بتكبسوها بترجع لعندكم. رح نبدأ مع أول مرحلة، بنحط الخميرة معلقتين ومعلقتين سكر ونص كاسة مي فاترة، بنحركهم سوا. ولازم أهم شي أول خطوة هي تخميرة العجين، تخميرة الخميرة. بس تتخمر معنا رح نتركها لربع ساعة، والماء الفاتر بيسرع على تفاعل الخميرة مع السكر. رح نتركها ربع ساعة بس تعطينا هيك النتيجة، هاي معناتها الخميرة صارت عنا جاهزة. ما عطتنا هالنتيجة لا تكبلوا بالعجينة، كبوا الخميرة وحطوا وحدة غيرها. بعدين بنكمل المواد السائلة، بنحط الزيت مثل ما هلا مكتوب قدامكم على الشاشة. المرحلة الثانية بنحط الزيت، نص كاسة الزيت، بنحط نص كاسة حليب دافئ، وبنحط نصف كوب سكر، وبنحط بياض بيضة، وبنحط بيضة كاملة، ونصف كوب زيت نباتي. بعدين بنحط معلقة شمرة ويانسون وحلبة ورشة الملح وثلاث كاسات طحين ومعلقة بيكنج بودر ومعلقة الزبدة للأخير. بعد ما نعجنه وحسينا العجينة لسه بدها طحين، ما عطتنا القوام مثل ما بدي يبين معكم هلا على الشاشة، بنزيد لها طحين. عطتنا هذا القوام، تاخد معنا تقريبا عجن 10 دقايق. الزبدة بالأخير معلقة صغيرة بس للتنعيم، شايفين ما لزقت؟ بس إذا لزقت معنا بنزيد الطحين لتعطينا هذا القوام اللي قدامكم على الشاشة. ولازم تتخمر ساعة كاملة. بعد ما تتخمر ساعة كاملة فيكم تشكلوها وتكونوها بالموديل اللي انتو بتحبوه. بتحبوا تحشوه عجوي، بتحبوا جبن، بتحبوا ما تحشوه شي، هذا الشي بيعود إلكم. وهون بتكونوا مشغلين الفرن على درجة حرارة 200 مسبقا ب15 دقيقة ربع ساعة. وبتحبوا تدهنوا الوجه ما ببياض البيضة، نحن مو حاطين بياض البيضة، هلأ بدنا صفار البيضة. والصفار البيض بندهن وجه العجين. أنا هون عم بحط لكم أشكال، كل ما إذا بتحبوا وردي شو ما بتحبوا الشكل اللي بدكم إياه. وبعدين بنرش السمسم وحبة البركة، وبس تطلع من الفرن لا تنسوا تدهنوا الوجه للمعروك بقطر. وصحتين وألف عافية، وإن شاء الله يا رب تنال إعجابكم هاي الوصفة وتمنى تجربوها وتدعوا لي. ولا تنسوا وقت تشغلوا الفرن على درجة حرارة 200 تحطوها بالوسط للمعروك وتستنوا ليتحمر وجهها وليتحمر قفاها للمعروكة. وهيك بتكون إن شاء الله صارت جاهزة معكم. ومن وقت ما بتطلعوها من الفرن صدقا راح تكون طري وطعمتها لا تقاوم الريحة، راح تعبي عندكم البيت وراح تدعوا لي إن شاء الله وتعالى. ولا تنسوا اشتراك بقناتي باليوتيوب وتفعيل زر الجرس. وأنا هلأ راح أترككم تكملوا الفيديو وتشتهوا على المعروك، وتقوموا على المطبخ تجهزوا المواد وتجربوها.